جوز بنت كاب خطيب وجماهيره شايفين ان المنظومه الرياضيه فاسده. جميل، انا معاك جدا. بس يا ترى مين استفاد من المنظومه الرياضيه الفاسده ديت الجميله اللي انت بتتكلم عنها؟ صاحب ال 44 دوري، ولا مش عارف هم وصلوا كام دلوقتي، ولا اللي معاه 14 دوري؟ جوز بنت الكابتن وجماهيره شايفين ان الاتحاد الافريقي اتحاد فاسد، وفوزي لقجع مسيطر عليه، وقبل كده مش عارف مين كان مسيطر عليه وخلافه يعني. وانا معاك جدا. يا ترى مين اكتر حد استفاد من فساد الاتحاد الافريقي؟ صاحب ال 12 دوري ابطال، ولا اللي معاه 5 ولا 4 و3؟ طب وبعدين يا جماعه؟ ده انتوا غلبتونا في قصه نظريه المؤامره دي. ده احنا غلابه جنبكم، نتعلم منكم. يا جدع دي قصه القرارات المحصنه والستة بونت اللي بقت 3 بونت لسه دمها ما نشفش، ولسه انت بتحتفل بيها. طب راعي يا اخي اللقمه الحرام اللي انتوا واكلينها مع بعض. في النهايه يعني صديقي الاهلاوي دايما بيلهيني، واللي فيه يجيبه فيا. يقول عليا اللي انا بعلق شماعات الهزايم بتاعتي على التحكيم، وهو تقريبا عمره ما خسر ماتش الا لما يجيب سيره الحكم. حتى في ماتشات ما عرفش يطلع منها من نص ملعبه، وبرضه بعد الماتش اتكلم عن الحكم. صديقي دايما بيتهمني بالجنون لما اتكلم عن اتحاد الكوره ولا الاتحاد الافريقي ولا العقوبات المختلفه، وهو ما بيفوتش فرصه عشان يتهم الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وكل اطراف المنظومه بانهم جايين عليه يا عيني وهو غلبان. صديقي، انت عايز تتعالج، انا بكلمك بامانه، عايز تتعالج من مرض الاحتكار اللي انت اتربيت عليه. لانك مش بس عايز تحتكر البطولات، ده حقك كمشجع كوره. انت عايز تحتكر كل حاجه، تحتكر البطولات، تحتكر اتهام الاخرين بظلمك، تحتكر حتى الفرحه، لانك بتشوف ان فرحه الناس التانيين مبالغ فيها، وانت بعد شويه بتلاقيك بتحتفل بنفس الحاجه اللي انت كنت معترض على احتفالهم بيها. تحتكر الاعتراض والبيانات والصياح والصراخ. غيرك لما بيعمل كده بيبقى عايش نظريه المؤامره، لكن لما انت بتعمل كده بتبقى عايز تظبط المنظومه وتحارب عشان الحق. اتعالج يا صاحبي، اتعالج.